مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم في عدد جديد من برنامج رواق الدبلوماسيه. نستضيف في هذا العدد سعاده سفير جمهوريه الصومال بالجزائر السيد يوسف احمد حسن يوسف جيجو، سفير الصومال بالجزائر. سعاده السفير، اهلا وسهلا بك برنامج رواق الدبلوماسيه. مرحبا بك، أشكرك على الإعلام الجزائري وشكرا جزيلا على هذا الزيارة التي جئتم من مقر سفارتنا في الجزائر. سعاده السفير، كيف تقيمون مستوى العلاقات الثنائيه بين الجزائر والصومال؟ شكرا جزيلا. العلاقات بين بلدينا علاقات أزلية وراسخة وناشطة، أخوية تاريخية ومتينة، تقوم على التضامن، الاحترام المتبادل، ونشرة القضايا الإفريقية والعربية. وخلال الأشهر الأخيرة انطلقت من مستوى التشاور التقليدي إلى شراكة مؤسسة أرسينا فيها آليات واضحة وآليات تعاون واضحة ويجعلها أكثر استقرارا واستدامة. سعادة السفير، وماذا عن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية الصومال إلى الجزائر، وكيف ترون أثر هذه الزيارة على مستقبل العلاقات بين البلدين؟ الزيارة التي جرت من 9 إلى 11 أغسطس 2025 كانت زيارة ناجحة 100%. نتجت عنها نقلة جديدة في العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، وكانت بداية مرحلة جديدة تم خلالها افتتاح تدشين مقر جديد سفارتنا بالشكل الرسمي، بما يسهل خدمة الجالية وينعش قناة التواصل السياسي الاقتصادي التجاري والثقافي والتعليمي. وأيضا وقعنا مذكرات تفاهم شملت نجلة حكومية مشتركة في التعاون الاقتصادي، وآلية للمشاورات السياسية والتعاون في تدريب الدبلوماسيين وكثرة القدرات. كما شملت زيارات لقاء رفيع المستوى معالي وزير الأول ومعالي وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائرية السيد أحمد عطاف، وكاتبة الدولة لدى الوزارة الخارجية، ومعالي وزير الفلاح، للتنسيق الموقف إقليميا ودوليا. والأهم أننا اتفقنا على آليات دائمة لمتابعة هذا الملفات. وهل من زيارات على المدى القريب بين الجزائر والصومال زيارات رسمية؟ نعم، بالتأكيد ستكون هناك زيارات رسمية في القريب إن شاء الله. في الدبلوماسية الناجحة الأهم ليس كثرة الزيارات بل نوعيتها وأكثرها. ما أستطيع تأكيده أن الاتصالات مستمرة ولدينا ترتيبات بالفعل آلية اللجنة المشتركة، وسيعلن عن مواعيدها في الوقت المناسب. نحن حريصون جدا على أن تكون كل زيارة خطوة حسنة عملية للأمام. سعادة السفير، في ظل الصراعات الإقليمية والجيوسياسية التي تعرفها منطقة القرن الإفريقي، ما هو الدور اللي بإمكان الصومال أن تلعبه في خدمة القارة الإفريقية وتحقيق الأمن القومي لجمهورية الصومال؟ الصومال اليوم يملك تجربة فريدة، شعب قاوم تعافي ويعاد بناء مؤسساته. لذلك دورنا الطبيعي أن نكون جسرا تواصل لا ساحة التنافس. أولا، نحن عضو في مجلس الأمن، ونعتبر هذا العضوية أمانة ومسؤولية اتجاه قارتنا. ثانيا، من خلال انضمامنا إلى جماعة شرق إفريقيا نحن جزء من مشروع تكامل اقتصادي. ثالثا، بحجم موقعنا الاستراتيجي على أهم الممرات البحرية، نحن نرى أن أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي قضية عالمية وليس فقط قضية صومالية. سعادة السفير، كيف ترون الدور الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية نصرة للقضايا العادلة؟
الجزائر أثبتت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إنها مدرسة في الدفاع عن القضايا الإفريقية والعربية والأمة الإسلامية العادلة، على رأسها فلسطين. نحن الصومال نرى في الجزائر شريكا استراتيجيا يعزز الموقف الإفريقي داخل المؤسسات الدولية، ويمنح صوت القارة وزنا في زمن تتنافس في المصالح والنفوذ. سعادة السفير، هل على ذكر فلسطين، كيف ترون الوضع في فلسطين يعني حاليا، وكيف ترون الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني؟ فلسطين دولة شقيقة حقيقة، وإحنا نعتبر زي ما تعتبر يعني القرارات الموجودة في الأمم المتحدة والقرارات الموجودة الاتحاد الإفريقي، وإحنا يعني مبدئيا دولة الصومال يعني مبدأها وموقفها واضح يعني. فالحمد لله يعني أتمنى الشعب الفلسطيني شعب شقيق، وأتمنى إن شاء الله أن يكون بلدهم بلد الآمن وبلد السلام وبلد الاستقرار. سعادة السفير، في نهاية الحوار نترك لكم حرية ختامه. شكرا جزيلا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في هذا البلد العظيم، بلد العملاق، بلد الجزائر، بلد التاريخ، بلد الحضارة، بلد المليون نسر ومليون شهيد. وأشكر الإعلام الجزائري على منح هذا المساحة، وأقول الشعب الجزائري الكريم أنتم أقرب إلينا مما تظنون، والصومال يعتبركم إخوة قبل أن تكونوا شركاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم سعادة السفير. بارك الله فيك. أشكر على هذا الفرصة، وأتمنى إن شاء الله يعني نتقابل مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.